في سنة 2001 مجموعة من الباحثين البريطانيين بدأوا بحث ليهم على 248 شخص، وكان هدفهم من البحث ده انهم يبنوا عادات تدريب خلال اسبوعين فقط. وال 248 شخص محل البحث قسموهم لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى سموها المجموعة الضابطة، ودول طلبوا منهم انهم يسجلوا عدد المرات اللي هيتدربوا فيها بس خلال مدة البحث اللي هي اسبوعين. والمجموعة الثانية سموها مجموعة التحفيز، ودول طلبوا منهم انهم يسجلوا عدد المرات اللي هيتدربوا فيها خلال اسبوع، وطلبوا منهم كمان انهم يقرأوا مقالات وابحاث تعرفهم على فوائد التدريبات البدنية اكتر. والباحثين شرحوا لهم ووضحوا لهم اهمية التدريبات البدنية ودورها في انها بتقلل من خطر الاصابة بمرض القلب التاجي، وانها بتحسن من صحة القلب. والمجموعة الثالثة حصلت على كل المعلومات اللي تم تقديمها للمجموعة الثانية، سواء بإلزامهم بتسجيل عدد مرات تدريبهم خلال مدة البحث أو إلزامهم بقراءة كتب أو أبحاث تعرفهم على فوائد التدريبات البدنية. ولكن المجموعة دي طلبوا منهم حاجة زيادة، واللي هي إنهم يحطوا خطة يوضحوا فيها إمتى وفين هيتدربوا على مدار الأسبوع التالي. والفرق بين المجموعة الثالثة والمجموعتين الأولى والثانية إنه حسب التعليمات اللي اتقدمت لهم طلبوا منهم إنهم يحطوا خطة يوضحوا فيها إمتى وفين هيتدربوا. وبالفعل أفراد المجموعة الثالثة طول فترة البحث كانت في جملة ما بتفرقش تفكيرهم بناء على التعليمات اللي حصلوا عليها، واللي هي خلال الأسبوع اللي جاي هتدرب مدة ما تقلش عن 20 دقيقة في اليوم كذا والساعة كذا والمكان كذا.